مساء الفل ومساء الحلويات، معاكم أكلة وقصة. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهارده المعمول القمر اللي انتوا شايفينه ده بالشكلين اللي انتوا شايفينهم معروفين جدا. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات سهلة جدا، هيطلع زي المعمول اللي بتشتريه من بره بالظبط. تعالوا بقى نفتح واحدة. شايفين العجوة دايبة دوبان ازاي، والعجينة مفرولة وجميلة جدا، وهتاكليها تدوب في بقك وهتطلع جميلة جدا. يلا بينا على المقادير بتاعتنا ونشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا دي ازاي. أول حاجة أنا هجيب معايا هنا حلة صغيرة واحط فيها كوباية من اللبن وكوباية من السكر، وده المقدار اللي احنا هنعجن بيه المعمول بتاعنا. انا هنا النهاردة هعمل كيلو من الدقيق. اول حاجة حطيتهم على النار يدوبك بس يدوب السكر في اللبن ويغلو غلوة كده، وهنطفي عليه النار ونسيبه يبرد. هيبرد على الرخامة، وبعد ما يبرد خالص هندخله التلاجة لمدة ساعتين قبل ما نشتغل في المعمول. نيجي بقى للحشوة بتاعتنا. هنبدأ بقى نعمل مع بعض الحشوة ونجهزها أول حاجة علشان خاطر تبرد معانا. معايا هنا كيلو من العجوة، أنا هنا فصصتها بنفسي وشلت النوى بتاعها، وبعد كده هبدأ أطريها. معايا هنا ربع كوباية من المية أو 4 معالق كبار من المية. هبدأ أقلبهم مع بعض لحد ما تطرى معايا العجوة خالص. زي ما انتم شايفين كده بنقلبها لحد ما تبدأ تتداخل مع بعض، وهتلاقيها بدأت تلزق كده مع بعض. أول ما تبدأ تتلزق وتبدأ تعمل عجينة معاكي كده العجوة بقت تمام، هننزل عليها بمعلقة كبيرة من السمنة عشان تبقى طعمها حلو كده وتدوب في بقك كده وتبقى جميلة جدا. لازم تخلطي السمنة مع العجوة كويس جدا علشان العجينة معانا تظبط معانا وتطلع حلوة زي ما شفتيها في أول الفيديو. اهو انا هنا بدأ كده تلم معايا زي ما انتم شايفين، بدأت تسيب الطاسة وتلم على بعضها. نزلت عليها بمعلقة من السمنة وطريتها، ويا دوبك خلصت العجوة بتاعتي. هنسيبها تبرد خالص وبعد كده هنبدأ نشتغل فيها. نيجي بقى للعجينة بتاعتنا. معايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، تقدري تستخدمي اي نوع دقيق انت بتحبيه، ولكن خطوة مهمة اللي لازم تعمليها ان انت تنخلي الدقيق في البداية. هننخل الدقيق زي ما انتم شايفين كده. وفي خطوة تانية لازم تكوني مجهزة كل كيلو دقيق عليه نص كيلو من السمنة الباردة. انا حاطة السمنة دي قبل ما اشتغل فيها ساعتين في التلاجة، وبعد كده طلعتها من التلاجة وبدأت اشتغل بيها. مهم الخطوة بتاعة السمنة الباردة والمقدار اللي احنا عملناه ده بتاع اللبن والسكر اللي احنا حطيناه في التلاجة لازم يكون بارد. الخطوتين دول مهمين لنجاح المعمول. انا هنا حطيت السمنه على الدقيق وبدات ابس فيه لحد ما اتاكدت ان كل قطعه دقيق اخدت سمنه، وبعد كده بعد ما اتاكدت ان الدقيق دخل في السمنه نزلت عليه بالخليط اللي احنا عملناه في اول الفيديو، اللي هو كوبايه من السكر عليها كوبايه من اللبن. طبعا هو ساقع جدا، وبدات الم بيه العجين لحد ما تتكون معايا عجينه ملسه كده وجميله جدا. بعد كده بقى هنا انا شكلت العجوه بتاعتي كور صغيره بعد ما بردت خالص عشان نحطها في العجينه بتاعتنا. وهاخد حته صغيره وهبدا احط العجوه، وهبقى مجهزه شويه من الدقيق على جنب هكور فيه الكوره بتاعتنا قبل ما احطها في القالب بتاع المعمول علشان تطلع معايا بكل سهوله وبكل سلاسه. تقدري تعملي الاشكال اللي انت حباها. انا عملت اكتر شكلين مميزين للمعمول، هيعجبوكي جدا. طبعا المعمول ليه قصة مميزة جدا معايا. ماما ليها صديقة سورية، كانت بتجيلنا دايما. ففي مرة كانت جايبة لهم هدية كده معمول، وأنا كنت رايحة لهم زيارة. فماما قالت لي دوقي المعمول ده. دقته وعجبني جدا، وقلت لازم ايه ادور على الوصفة بتاعته واعملها، وقلت اشارك الوصفة معاكم. بجد الوصفة دي زي المعمول الجاهز اللي انتوا بتجيبوه من بره، هتعجبك جدا وطعمها حلو جدا وهتعجب اولادك جدا. جربوها واكتبوا لي تحت في التعليقات رأيكم. زي ما انتم شايفين كده احنا بنجيب حتة من العجين ونحط جواها العجوة يا دوبك على قد القطعة اللي احنا هنعملها، ونقلبها في الدقيق ونحطها في القالب بتاعنا، وهتنزل بكل سهولة وبيطلع الشكل جميل جدا. تسوية المعمول مهمة جدا. بنحطها في الرف الوسطاني، بنكون مولعين الفرن مسبقا قبل ما نحط الصاج بتاعنا. بتقعد في الفرن بالظبط 7 دقايق. نكون مولعين من تحت. اول ما تاخد لون من تحت تطفي عليها من تحت وتشغلي الشوايه وتتابعيها لانها بتاخد لون سريع جدا، ما بتاخدش وقت خالص. لو انت الفرن بتاعك بيشتغل من فوق ومن تحت تقدري تشغلي من فوق ومن تحت، ولكن تشغلي من فوق ضعيف شويه علشان ما تاخدش لون من فوق وتكون لسه ما استوتش من تحت. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وانتظروني في وصفات اخرى. باي باي.